السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة محمد كريم. ترند اليوم عن الفنانة الكبيرة أنغام. وترند اليوم يعني ليه علاقة بترند قبل كده اتكلمنا عليه، هو ترند الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب. الفنانة أنغام هي فنانة من أسرة فنية، كان ليها أخت اسمها غنوة، وهي والد عمها الفنان الكبير رحمة الله عليه عماد عبد الحليم، وكمان والدها كان بيشتغل ملحن. أنغام اتجوزت حوالي 4 جوازات، اتنين موزعين، وكان في ومنهم زواجة بس ما كانتش في العلن من الممثل أحمد عز. وكانت متجوزة طبعا ملحن كويتي، والملحن ده هو اللي خلفت منه ابنها عبد الرحمن. أنغام يعني هي من النجوم الكبار جدا والمطربين الكبار جدا، اللي كمان واخدين لقب صوت مصر. وهنا هيبقى في علاقة، او الناس هتدخل انغام في موضوع شيرين عبد الوهاب. والناس ما تعرفش ان انغام كانت محجوزة ليها اسبوع في المستشفى. في لقب هو سبب ان انغام ترند وربطوا اللي بيحصل لشيرين او اللي حصل مع شيرين في المغرب بالمطربة انغام، ان كان في لقب اسمه صوت مصر. صوت مصر ناس تقول لك الناس منقسمة قسمين هنا، ناس بتقول لك صوت مصر تبقى انغام، وناس تقول لك صوت مصر شيرين عبد الوهاب. ودخلوا بقى قبل كده برضو معاهم الفنانة امال ماهر، ولكن امال ماهر يعني ايه في حتة تاني لوحديها وملهاش دعوة لا بأنغام ولا بشيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب كانت من حوالي مفيش يومين 3 أو أسبوع كانت بتعمل مهرجان بتعمل حفلة في مهرجان موازين في المغرب. راحت شيرين ما غنتش لايف، كانت بتغني بفلاشة، كانت حاطة فلاشة وبتحرك شفايفها والناس وراها. وراها طبعا في موسيقين وكده واقفين كومبارس ما بيعملوش حاجة يعني. فالحوار اللي حصل والتقطيع اللي حصل لشيرين دوت، طلعت ناس اتكلمت ان اللي ورا الموضوع دوت سوشيال ميديا الخاصة او اللجن الخاصة بالفنان انغام. فكان في لقاء تليفوني كانت المذيعة لميس الحديدي زوجة المذيع السعودي عمرو أديب اتصلت بها، فبتقول لها ايه يا انغام وشيرين ومش شيرين وبتاع. فراحت هي انهارت في البكا وقالت لها انا انا كنت متكتمة على خبر ان انا قاعدة في المستشفى ليا اسبوع، انا ليا اسبوع في المستشفى و... وانا يعني بقول يا رب اشفيني، هروح اذي الفنانة شيرين او اكلم حد ان هو يأذيها او الكلام دوت. ليه انا اذيها؟ ده انا في مرض، انا مريضة وتعبانة. ايه اللي يخليني إن انا في الوقت اللي انا بطلب فيه الشفاء من ربنا سبحانه وتعالى ازق حد على شيرين عشان يأذيها؟ ليه؟ انا مفيش حاجة بيني ما بين شيرين. لدرجة كمان هي بتقول لدرجة ان في ناس من الوسط الفني وقريبين ليا بيقولوا لي خفي على شيرين شوية. انا مالي ومال شيرين؟ انا ماليش دعوة بشيرين، انا ست تعبانة وبقول يا رب اشفيني وفي حالي، وقاعدة دلوقتي في المستشفى. انتوا ليه بتعاملوني ليه رابطيني دايما بشيرين؟ ليه حاطيني مع شيرين في مقارنة؟ ليه الى اخره. لدرجة ان في شاب دخل لها على حد قولها، يعني بتقول ان دخل لي شاب بيقول لي حرام عليكي خف على شيرين شوية. قامت رافعة عليه قضية وحبسته، قالت انا حبست الولد دوت اللي دخل لي على السوشيال ميديا بيقول لي حرام عليكي خفي على شيرين عبد الوهاب شوية. انا ما فيش بيني ما بين شيرين عبد الوهاب اي حاجة
وانا مريضة. هي عندها على فكرة عندها في حدود 57 سنة، يعني هي برضو مش صغيرة، ومتجوزة بتاع 4 جوازات ومخلفة ولدين. فهي يعني أنغام طلعت مع لميس الحديدي، قالت ان انا ماليش دعوة بشيرين، شيرين في حالها وانا في حالي. بل بالعكس، كانت لمحت قبل كده. هي قالت ان شيرين لمحت قبل كده ان انا ليا يد في الموضوعات اللي بتحصل معاها. انا ولا ليا دعوة بشيرين، ولا ليا يد في اي حاجة تخص شيرين. انا بمارس فني مع نفسي وماليش دعوة بيها. هي بقى حطاني وهي على فكرة هي بتتكلم الكلام ده وهي عمالة منهارة من العياط والبكا. والكلام ده كان مسجل مع الإعلامية لميس الحديدي. وأنغام كانت منهارة جدا من العياط. فالناس على طول حاطين أنغام وشيرين عبد الوهاب في مقارنة مع بعض. يا سيدي، اللي بيحب أنغام انت خلاص بتحب تسمعها وهي فعلا فنانة صوتها حلو وجميل. اللي بيحب شيرين خلاص حب شيرين. يعني قصدي ما تدخلوش الناس مع بعض، لأن برضو احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل في الكواليس. كل واحد انت ممكن تشوف نجم كبير وكده، ولكن اكيد في مشاكل بيمر بيها، مش سواء مشاكل عائلية او مشاكل صحية. وسبحان الله، هي الحياة بتاعت الفنانين تحديدا تحس ان هي يعني مليانة بالاحداث والقصص الحزينة اللي تخليهم مثلا دايما رغم الشو اللي هم فيها، اللي هم يعني حالة الشو اللي هم عايشينها، وحالة ان الناس دايما مركزة معاهم. انت ما تعرفش ايه اللي حاصل معاهم، سواء مشاكل عائلية او مشاكل صحية او. فمن يعني انا قصدي ان كل واحد انت خلاص بتحب فنان، خلاص حبه كده، خليه هو في الصورة المعينة اللي انت شايفه فيها، وما تدخلش نفسك في الخصوصيات الخاصة بحياته الشخصية. او حتى لو في خلافات ليه مع فنان تاني، احنا ملناش دعوة، هم خلافاتهم يحلوها مع بعض. انت استمتع بصوته او صوتها، حب الاغاني، وخلي بالكم يعني هم ذات نفسهم بيجيلهم لحظات ضعف كده، ولحظات حزن ولحظات اكتئاب. واغلب في فنانين كتير بيعانوا من الاكتئاب وبيعانوا من الخنقة وبيعانوا من الضيقة. وللأسف يعني كتير فنانين بتنتهي حياتهم بطريقة يعني حزينة ودرامية. فما نركزش يا شباب، دعوا الخلق للخالق. سيبوا الناس في حالها، سواء فنان او رياضي او حتى شخص عادي انت تعرفه. دع الخلق للخالق. ده كان ترند النهاردة. واستنونا دايما وابدا في قناتكم، قناة محمد كريم. وان شاء الله كل جديد هتلاقوه هنا، واشوفكم دايما على خير وصحة وسلامة وستر. والسلام عليكم.